تعالوا اقول لكم النهاردة ازاي تعملوا احلى واسرع فول مدمس. شايفين قوام الفول يا جماعة؟ الفول المدمس الاصيل الكهرمان، اللون الخطير والقوام المظبوط بدون اي نشا وبدون اي اضافات. احلى فول مدمس حتاكلوه في حياتكم. حيستوي معاكم في ساعتين ومستحيل يسود منيكم. لونه زي الكهرمان زي ما انتوا شايفين كده، والطعم ولا غلطة فيه. احلى من فول المطاعم بكتير. جربوا الفول المدمس بالطريقة دي، احلى طريقة واسهل طريقة. يلا كده بينا نبتدي. ويلا بس قبل ما نبتدي كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى الفول الحلو ده ازاي عملناه. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله، لون وقوام. اول حاجة هنا حبايبي هجيب معايا نص كيلو من الفول البلدية الكبيرة اللي انتوا شايفينها كده. نص كيلو فول غسلته ونقيته من اي فولة بايظة ومسوسة، وبعد ما نقعته في المية لمدة 4 ساعات. في خلال ال4 ساعات دول غيرت المية 3 مرات، وده ضروري جدا 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 علشان نتخلص من اي غازات سامة بتكون موجودة في الفول، وعلشان يكون معانا صحي اكتر. لازم تغيريه، تغير المية الفترة اللي انتي بتنقعيه فيها. وبعد ما بيجي معايا بالشكل ده، عندي حلة كده يا حبايبي على النار فيها مية هتبتدي تغلي، واللي هنزل هنا ايه بالفول. نزلنا بنص كيلو الفول، وهننزل على بعديها كده بمج كده او كوباية من الفول المدشوش. الفول المدشوش ده بيديه قوام تقيل وبيزود كمان معايا الكمية. كوباية كده شطفتها، وهني هنزل ايه بيها كوباية فول مدشوش. وبعد كده حبايبي هنشوف معانا باقي المكونات اللي هي جيد ان شاء الله، هي اللي هتخلي معايا لون الفول زي الكهرمان. هنا عندي جزراية متوسطة بشرتها بشر ناعم، وكمان معايا نص كوباية من العدس الأصفر. كلها مكونات طبيعية ما فيهاش أي يعني مواد غير صحية. ومعايا هنا حبتين طماطم وسط بشرتهم بردي بشر ناعم، وحنزل هنا بمعلقة صغيرة من البابريكا. ادي كل مكونات. انا يا جماعة ما بحبش احط ليمون هو والفول بيستوي، مع احترامي لاي واحدة، كل واحد طبعا ايه وطريقته، زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقة. انا حبايبي الليمون ما بحطوش في الفترة دياتي، لان الليمون ما ينفعش يتحط في الحلة هو وبيغلي كده، الا اذا كانت الكمية قليلة هتاكليها في يوم واحد بس. اظن ان نص كيلو الفول دياتي مستحيل تاكليه في يوم او 2 او في 3. ما ينفعش تحطي ليمون لان بيمرر. لما انت تاخدي كيس الفول كده وتحطيه في الطاسه وتختخيه، فبي بيمرر معاكي، بتلاقي بتحسي ان ريحه الفول محدقه كده، ريحتها مش حلوه. لكن الليمون والطحينه بيتحطوا بعد ما بتعملي ايه اخر يعني طريقه، زي ما انتوا شفتوها في بدايه الفيديو ساعه ما حطيته في الطاسه. يعني عين ما نروح ناكله كده في الطاسه زي كده زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي فيها زيت، هحط شويه الفول فيها يتختخ معايا، واحط له الملح واحط له الكمون. وبعد ما احط له الملح والكمون احط له بقى الليمون واحط له الطحينه، وتاكليه بقى بالف هنا وشفا. انا دلوقتي هنا غطيت الحله، واول ما هيبتدي يغلي معايا الفول رح اخد الحله واحطها على الشعله الصغيره خالص، ورح اهدي النار واسيبه يستوي ايه على النار هذه. والفول بتاعي لو احتاج ميه رح احط له ميه، بس احط له ميه مغليه من الكتل. ما ينفعش تحطي ميه ساقعه من الحنفيه، علشان هيقلل ايه هيأخر سوى الفول. لازم تحطي ميه سخنه. الفول على فكرة أخد معايا ساعتين بالظبط على البوتاجاز، ما زادش عن كده. ليه؟ علشان احنا ناقعينه زي ما قلت لك 4 ساعات. عايزاك تشوفي الطريقة دي بقى وتجربيها، والله العظيم وهيعجبك الفول جدا جدا والله. وبتحطيه في التلاجة لو أخد عندك أسبوع بيفضل اللون بتاعه، بيحتفظ باللون بتاعه اللي انت شايفه هدياتي.
شايفين كده انا حطيت له الملح والكمون وتختخ معايا، وبعد كده حطيت له الزيت. بعد كده بقى انت بقى هتحطي الليمون، وبعد الليمون هتحطي الطحينه وتاكليه بألف هنا وشفا. والله لا تاكلي احلى فول بطريقه ام يوسف. جربيها وهتدعيلي وهتعتمديها على طول. شايفين ادي كمان باقي نص كيلو الفول، كميه كبيره. وزي ما قلت لك ما خدش معايا غير ساعتين بس على البوتاجاز. طبعا بعد ما غلى على العين الكبيره حطيته على عين صغيره على نار هاديه. عايزاكم تجربوا الطريقه دي بقى، ولو عجبتكم حطي لايك وشيري الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. السلام عليكم.